هلو جايز، عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما اتكلمناش. المهم النهارده معانا موضوع انا نفسي بحبه جدا، وهو ازاي اكبر الجلوتس من غير ما اكبر رجلي. ازاي اكبر الجلوتس من غير ما اكبر رجلي؟ هل ده ينفع؟ ينفع جدا. مش شرط ان انت عشان بتتمرني لور بادي في الجيم فانت كده رجلك كلها هتكبر. لا، خليني اقول لك مبدئيا، انا مش جايه اقول لك احنا هنتمرن جلوتس ومش هنتمرن رجل. مش عايزه ذكاء، احنا هنتمرن كل حاجه. بس انا هعلمك ازاي توجهي التحفيز العضلي للجلوتس اكتر من رجلك، فبالتالي الجلوتس تكبر بمعدل اسرع من رجلك وبحجم عضلي اكبر من رجلك دي اقصد بيها عضلات الرجل نفسها، اللي هي الكوادريسبس اللي هي عضلات اللي من قدام، والهامسترنجز العضلات اللي في الرجل من ورا، وكمان الكافز او السمان. اول حاجه خليني اقولها لكم، وهي معلومه انا قلتها في كل الفيديوهات وتقريبا هفضل اقولها الى الابد، وهي ان هدف تمرين الحديد او هدف تمرين المقاومه عموما، المقاومه اللي هي بتشمل بقى، بصي، كل حاجه بتشمل تمارين الحديد، دمبل وبار وتارة، تمارين الاجهزه، تمارين مقاومه بوزن الجسم، تمارين مقاومه باساتك، اي تمرين مقاومه هو في النهايه هدفه بناء كتله عضليه. ما تجيش تقولي لي ليه الكوادز عندي كبرت والجلوتس ما كبرتش. بصي على تمرينتك، بصي على اختيارك للتمرين عامل ازاي. والله ده انا متمرنه بتاع 3 4 اشكال كلهم بيستهدفوا كوادز، بس انتي بتبقي متخيله ان رجلك كلها شغاله، بس في النهايه كل تمرين هو بيهات جزء من الرجل. فانتي في ناس بتخش تمرينة الرجل بتعمل التلات اربع خمس اشكال بيستهدفوا الاماميه، وهي مش عارفه، هي مش فاهمه، هو عن جهل، هي ما بتبقاش فاهمه، هي بتبقى متخيله ان والله التمرين ده بيشغل الرجل كلها، انا دلوقتي شغاله رجل. لا، هو كل تمرين بيهات جزء معين. فلو انا تمرينتي كلها او اغلبها بتهات الكوادز، او الكوادز شغاله فيها بنسبه كبيره، ما اجيش بعد كده اقول ايه ده، هي الكوادز عندي بتكبر ليه؟ ما هو ده يا حبيبه قلبي الهدف من التمرين، ندي تحفيز عضلي للعضله فهتكبر. ما بالك انت بقى مبهدلاها تحفيز عضلي في الثلاث اربع تمارين وكلهم باوزان وبتاع، طبيعي هتكبر. فهنوقف العبط اللي احنا بنعمله ده، الا وهو ايه؟ ان انا افضل اكرر تمارين كتير لنفس العضله. عضله مش عايزاها تكبر بعمل لها تمرين، شكرا، مش عايزه اكتر من كده. طيب، رقم واحد لاي فورمه او لاي شكل جسم انت عايز توصلي له، جس وات؟ الاكسرسايز سيلكشن. والاكسرسايز سيلكشن انا بقالي 900 الف سنه بتكلم عليه، وهو اختيار التمارين. اختيار التمارين ده هو اللي مبني عليه كل حاجه، هو اللي مبني عليه انت جسمك هيمشي في انهي اتجاه، انت شكل جسمك هيبقى عامل ازاي، انت فورمتك شكلها هيبقى عامله ازاي، انت جسمك هيروح لان هو يكون ذكوري ولا ان هو هيكون مور فيمينين. الاكسرسايز سيلكشن، اختيارك للتمارين. ليه؟ لان انا بختار التمارين اللي هتبقى تمارين مقاومه، التمارين المقاومه اللي هي بتعمل ايه؟ بتكبر الماسلز. اختيار التمارين هو اللي هيحدد شكل جسمي اصلا هيروح فين. فرقم واحد، اختار التمارين المناسبه لشكل جسمي. انا واحده هدفي ان انا اكبر الجلوتس وما اكبرش الاماميات والخلفيات اللي هي كوادز والهامسترنجز، وهدفي اكبر الجلوتس بس. فطبيعي اختيار التمارين بتاعي هيكون، او الاكسرسايز سيلكشن بتاعي هيكون مبني على هدفي، وهيكون بيخدم هدفي. مش هروح ارص لونجز وليج بريس وليج اكستنشن كل دول في تمرينة الرجل، اكيد مش منطقي. طب هعمل ايه؟ هختار التمارين اللي بتهات الجلوتس، اللي في منها تمارين عزل وفي منها تمارين مركبه. تمارين العزل خلاص يعني مفروغ منها، زي الكيك باك لو كيك باك ماشين، زي الهيب ابدكشن ماشين. اهم التمارين للجلوتس، تخيلوا تمارين مركبه غصب عننا الاماميات والخلفيات شغاله معاها. هنيجي للحته دي، بس خليني اقول لكم ايه هي اصلا اهم تمارين الجلوتس. كيك باك، ابدكشن، هيب ثراست، سبليت سكوات، والرومانيان ديد ليفت بس بتكنيك معين. الاربع خمس تمارين دول هما الخلاصه للجلوتس. حلو. طب تمارين العزل وفهمناها، تمارين العزل وفهمناها هي التمارين اللي بتشغل الجلوتس بس، فقشطه دي هدي فيها اوزان وهموت نفسي فيها في الاوزان. طب التمارين التانية، التمارين التانية اللي غصب عني فيها كوادز وفيها هامسترنجز وشغاله بنسبه كبيره، هنا انا مش بس بقف عند اختيار التمرين، لا انا كمان بقف عند ازاي هعمل التمرين. لان كل تمرين وقفتك بتختلف، وسع رجلك بيختلف، ميل حوضك بيختلف، درجة تاني ركبتك بتختلف. فبتختاري التمرين وبتختاري تكنيك التمرين اللي برضو بيخدم هدفك. يعني انا دلوقتي هلعب
هيب ثراست. الهيب ثراست بيستهدف الجلوتس بس؟ لا، بيستهدف ايه؟ جلوتس وهامسترينجز. طب انا مش عايزه ادخل الهامسترينجز او الخلفيات بصوره كبيره، عايزه الحمل كله يكون عند الجلوتس. هعمل ايه؟ مش هنزل للاخر، اهو ظبطت التكنيك، مش هنزل للاخر، هخلي العده بتاعتي فوق. يعني انا هجيب اقصى فرد للحوض بتاعي فوق، هنزل حاجه بسيطه وهطلع، هنزل حاجه بسيطه وهطلع، مش هنزل بحوضي جامد تحت. هنا التمرين نفسه بقى اسمه ايه؟ كاس بريدج، ما بقاش اسمه هيب ثراست. ده تمرين تاني خالص او تكنيك تاني خالص او للهيب ثراست، شكل من اشكال الهيب ثراست. هنا الشكل ده بيستهدف ايه؟ بيستهدف الجلوتس بس، بيقلل من مشاركة العضلات اللي في الرجل من ورا اللي هي الهامسترينجز، بيقلل من مشاركتها. فانا هنا مش بس اخترت التمرين، لا انا كمان اخترت هعمل التمرين ازاي. البولجاريان سكوات. البولجاريان سكوات ممكن لو انت تانية حوضك مش كبيرة تكوني بتستهدفي الاماميات، لكن لو انت تانية حوضك كبيرة مميلة لقدام بجذعك جامد، مميلة لقدام بجذعك موطية وانت نازلة لتحت، هنا ايه اللي بيحصل؟ الجلوتس هي اللي بتكون شايلة اكتر من الاماميات والخلفيات. فانا مش بس اخترت التمرين، لا انا كمان اخترت التكنيك اللي هعمل بيه التمرين. ثالث حاجه، ودي حاجه مهمه لازم تبقي عارفه حبيبه قلبي، ان احنا ما بنخشش نرص كل التمارين اللي نعرفها للعضله. يعني مش هنخش نحط او نعمل كل التمارين اللي نعرفها للجلوتس، مفيش حاجه اسمها كده، لان ده ممكن يديكي نتيجه عكسيه ويديكي فتيج ويديكي هدم عضلي، احنا مش عايزين نوصل للحته دي. طب ده هنعمله ازاي؟ هنختار التمارين الاساسيه للعضله. التمارين الاساسيه يعني الحركات الاساسيه اللي بتعملها كل عضله. بعد ما بنختار الكام تمرين اللي احنا هنشتغلهم، بنحط فيهم اقصى مجهود ممكن، بنشتغل باعلى شده ممكنه. ايه هي الشده او الانتنسيتي؟ هي الاوزان اللي انت بتشيليها في التمرين في المجموعه. انت بتطلعي من المجموعه مجهده ازاي؟ انت طالعه من مجموعه مرتاحه، كان ممكن تكملي 5 6 10 عدات كمان، ولا انت طالعه شقيانه وطالع عينك من المجموعه؟ لو انت طالعه شقيانه من المجموعه ومش قادره تعملي عده كمان، فده اسمه الفشل العضلي. انا طالعه من المجموعه كنت مستحيل اعمل عده كمان، ده اسمه الفشل العضلي. وكده انت هتكوني اشتغلتي هاي انتنسيتي، شده عاليه، طالعه من المجموعه ميته، دي اسمها شده عاليه. وعشان تبقي فاهمه ان المتحكم الاساسي في بناء الكتله العضليه هي الشده العاليه. اخر حاجه الوزن الفعال. طب انا اخترت التمارين وعرفت هشتغل انهي تكنيك عشان يكون التحفيز العضلي كله رايح للجلوتس، وكمان عرفت ان انا هشيل اوزان عاليه جدا في التمارين اللي انا اخترتها. اعمل ايه تاني؟ اكدي ان الوزن اللي انت شغاله بيه ده هو الوزن الفعال، لان مش اي وزن عالي هو وزن فعال، مش اي وزن عالي هو وزن فعال. الوزن الفعال اللي هيديكي حجم عضلي بجد، اللي هيحفز العضله بجد، ليه شروط. ايه هي الشروط؟ اول حاجه تكوني قادره تتحكمي فيه، وزن عالي قادره تتحكمي فيه، قادره تشيليه وتطلعي بيه وتنزلي بيه الحركه كامله او العده كامله. انت المتحكمه في الوزن، مش هو المتحكم فيكي، مش هو اللي بيهبدك لتحت. مثلا لو انت شغاله سبليت سكوات ولا بولجاريان مثلا، فالوزن مش تقيل لدرجه ان انت بتتهبدي تحت، او مش تقيل لدرجه ان انت مش قادره تقومي قومه كامله. فالوزن قادره تتحكمي بيه، قادره تشتغلي بيه التكنيك سليم، قادره توصلي بيه للعدات المستهدفه بتاعتك. ال3 شروط دول لو اتحققوا في الوزن بتاعك فده اسمه وزن فعال، يعني هو ده الوزن اللي هيوصلك لهدفك. اخر حاجه ومش كتير منكم هيحب يسمعها او ما كانش هيكون مستنيها، وهي حبيبه قلبي، الاكل. مفيش حد بيبني جلوتس من غير اكل. طب في حاله ان انا عايزه ابني جلوتس وكمان مش عايزه اكبر عضلات تانية، عايزه عضله هي اللي تكبر ومكان يكبر ومكان يصغر، هنا عندنا مضطرين نعمل حاجه، اننا ناكل. يعني احنا دلوقتي عايزين ناكل بكميه اكبر، بسيربلس، ناكل بزياده في السعرات عشان نعرف نبني حجم عضلي. في نفس الوقت مش عايزين نكبر عضلات تانية، فعايزين نعمل ايه؟ ننزل في السعرات. طب هنعملها ازاي؟ هنشتغل على المينتننس، هنشتغل على سعرات الثبات. ومن هنا بعد اول 10 ايام او 20 يوم وتعرفي استجابه جسمك لسعرات الثبات عامله ازاي، بتحقق لك هدفك ولا محتاجه تزودي سعرات حبه صغيرين كمان. واحده واحده بتعرفي استجابه جسمك، بناء عليها بتتحركي.
يعني انا مثلا سعرات ثباتي 1200، اشتغلت اول 10 15 يوم بال 1200 دول عشان اشوف حجم عضلي في الجلوتس، الحجم العضلي هيروح للمكان اللي احنا هنديله شده تدريبيه عاليه. فهنشوف والله سعرات الثبات ادتني حجم عضلي ولا لا. ها، ادتني بس بسيط. طب انا ال 15 يوم اللي جايين هبدا ازود 100 200 سعر او 200 300 سعر، ونشوف استجابه جسمي ده هتبقى عامله ازاي بعد 15 يوم، شكل جسمي بيتغير عامل ازاي، في كتله عضليه بتزيد ولا لا، وهكذا. لكن فكره ان انت بتاكلي حته كوكو وثلاث اربع معالق رز لو انت عامله دايت وعايزه تخسي، بس في نفس الوقت عايزه الجلوتس تكبر، فانت مقلله اكلك وعامله معاكي سعرات كبير لدرجه انك بتاكلي حته كوكو وثلاث اربع معالق رز، ده مش، ما فيش حاجه هتكبر، ولا الجلوتس ولا حتى رجلك. لو خايفه ان رجلك تكبر، حتى رجلك مش هتكبر. اتفقنا؟ وبس كده، يا رب تكونوا استفدتي. ولو ما تعرفنيش، انا كنت شقودي، مدرب معتمد من نسا من اي اس اي، واخصائي تغذيه رياضيين. طيب، لو نزلتي تحت في الديسكربشن هتلاقيني حاطالك جدول تدريبي بيستهدف الجلوتس. الجدول التدريبي ده انا ماشيه بيه داخله في شهرين 3 وشايفه منه نتيجه قمر. جربيه وتدعيلي.